عملت لكم سمك بقى بالطريقه الوحيده اللي حببتني في السمك. عملته على طريقه بابا الله يرحمه. انا استخدمت سمك بوري، ممكن نستخدم الخلطه دي برضو مع بولتي او دنيس، برضو هيبقوا لذيذ. اول حاجه هنعملها هننضف السمك كويس قوي. هنبتدي بالخلطه اللي هنتبل بيها السمك، والسر كله في الخلطه دي. وفي خلطه كمان هوريها لكم في اخر الفيديو. طبق صغير هحط معلقه كبيره ملح، معلقه فلفل اسود كبيره، معلقه كمون كبيره، ربع معلقه صغيره شطه. انا استخدمت تشيلي فليكس عشان ما كانش عندي شطه. وهعدي الاكل عادي كده من غير التركايه بتاعتي، ما ينفعش. زودت بقى معلقه بابريكا، بجد هتفرق كتير قوي في الطعم. هنقلبهم بقى كلهم كويس قوي مع بعض. وهجيب الصينيه بتاعتي اللي هرص فيها السمك. هرص السمك في الصينيه وهغطيه بالزيت من الجنبين ومن جوه. هتاكد ان انا غطيت السمك كله بالزيت. اجيب بقى الخلطه بتاعتي اللي عملتها في الاول واحطها على السمك وابتدي افردها بالفرشه واحده واحده علشان اتاكد ان كل السمك اتبل كويس ومن جوه ومن الجنبين. بعد ما خلصت تتبيل السمك هعصر ليمون على كل سمكه، ليمونه كامله، وهرجع احط زيت تاني على الوش. اقطع بقى ليمون وفلفل واحطهم على الوش. هنرصهم كده بطريقه حلوه عشان بس السمك يبقى شكله حلو. خلصنا، يلا بينا بقى ناخده على الفرن. ولعت النار اللي تحت بس على درجه حراره 180 وحطيت السمك في الرف اللي في النص. تعالوا بقى نحضر بسرعة الخلطة التانية. في طبق صغير هحط ربع كوباية زيت، معلقة ملح كبيرة، ومعلقة فلفل اسود كبيرة، و5 ليمونات. هقلبهم كويس قوي مع بعض. وبعد ما يكون السمك عدى عليه 10 دقايق في الفرن هطلعه واسقيه بالخلطة بتاعتي واحدة واحدة، مش الخلطة كلها. انا حوالي احط 4 معالق بس من الخلطة وادخله الفرن تاني. هرجع اكرر الموضوع ده حوالي كل من 10 دقايق لربع ساعة. اطلعه من الفرن ازود له من الخلطة بتاعتي وارجع ادخله تاني. لما احس ان هو خلاص ابتدى يحمر هقطع بقدونس وازوده على الخلطة بتاعتي. واخر تزويدة هتبقى بالخلطة اللي بالبقدونس قبل ما اطلعه ب10 دقايق ربع ساعة. اوعوا تحطوا البقدونس من الاول عشان ما يتحرقش. وبألف هنا وشفا. جربوا السمك بالطريقة دي وصدقوني لو جربتوه بالطريقة دي مش هتجربوا اي طريقة تانية. ما تنسوش تبقوا تقولوا لي رأيكم لما تجربوه، وقولوا لي حبيتوه اكتر في البولتي ولا البوري ولا الدنيس.